كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في كويزين يوميات فاطين. اليوم ان شاء الله غادي نديرو غريبه باللوز. بالنسبه للمقادير هنا عندنا تقريبا نص كيلو ديال اللوز، فسخناه وطحناه بحال هكا. عندنا هنا 200 غرام ديال سكر سنيده، عندنا 2 بيضات، خماره، لاغوم هنا عندنا ديال الحامض، وعندنا هنا واحد الحامضه محكوكه. بالنسبه للمقادير هما هادو ساهلين بزاف وصراحه كتجي زوينه. غناخذوا 2 بيضات، بغيت نكري. المهم انا قربت لكم باش تشوفوه مزيان. بالنسبه كيف ما قلت لكم هنا 2 بيضات كنخدموها هنا مع 200 غرام ديال السكر سنيده. نحاول نخلطوها هكا مزيان. كناخذوا هذا الحامض هذا، قشور الحامض، وهنا عندنا كذلك لاغوم ديال الحامض، واحد العاشقه صغيره. صافي وكنخلطوا. كنبقاو نزيدوا هاد اللوز ديالنا كيف ما كتشوفوا بشويه بشويه. دابا خاصني نخدمها بيدي احسن. يعني كنديرو هذاك نص كيلو كامل، وكنديرو هاد الخماره. صافي كنخدموها هكا غير بالاصابع تدخل فيها الخليط مزيان، وكنكوروها وكنديروها في السكر كلاصي، وكنحطوها في الطيب. يعني صراحه المقادير جد سهله ولكن ما كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وما كتاخذش منا وقت كبير. صافي كيف ما كتشوفوا ها هي العجين واجده. انا غنوجد دابا اللاطه، نوجد السكر كلاصي والماء ديال الزهر ونتابع معكم المراحل. المهم كيف ما قلت لكم ها هي العجينه ديالنا، ها هي كيف ما كتشوفوها. عندنا السكر كلاصي سبيسيال، وعندنا شويه ديال الماء الزهر. كندهنوا يدينا بالماء الزهر بحال هكا، وكناخذوا تقريبا نحاولوا نعبروا باش نجيبوا داكشي مقاد. هنا 30، انا غندير غير 20. صافي كنكوروها بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وكندهنوها كنمرمدوها بالسكر كلاصي بحال هذا الشكل وكنحطوها. يعني صراحه راه ساهله بزاف هاد الخدمه هذه، يعني ساهله ودغيا توجد بالنسبه للناس اللي خدامين وداكشي، راه دغيا توجد ليهم وكتجي صراحه زوينه. صافي كنعزلوا العبار كيعاوننا غير باش يجيونا
باش يجيونا مقادين، ما يجيش شي كبير وشي صغير، يعني غير باش كنعاونوا به باش يجينا داكشي مقاد. بالنسبه للقياس ممكن حتى على حسب، كاين اللي كيبغيها صغيره كاين اللي كيبغيها كبيره. الا بغيتيها كبر من هذه ممكن تديري فيها 30 غرام، انا كندير فيها غير 20، ممكن ديري فيها 30، كيبقى داكشي اختياري. صافي بالنسبه لي انا خصني كنقاد كلشي. انا غير وريتكم، انا كنقاد كلشي باش يبقاوش يديا بحال كل ساعه نغسلهم. كنقادو الكويرات ديالنا كنعبروهم، كنديرو في الماء زهر ونمرمدوهم، نحطو دغيا كنكملوا الخدمه ديالنا. المهم ان شاء الله غادي نكمل، غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. البنات كيف ما كتشوفوا كتجي مشقه الصراحه وزوينه، وفيها هذيك النكهه ديال الحامض. هي دغيا كتطيب البنات، ردوا بالكم معاها، يعني ملي كتحطيها لتحت دغيا غير تبان لك تشقات صافي وطلعها الفوق، تشد شويه راسها وتحيديها دغيا كطيب. صراحه جات مشقه كلها الحمد لله. كنتمنى انها تعجبكم وتبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء، وشكرا لكم كاملين على التتبع ديالكم، ومرحبا بكم كويزين يوميات فاتي.